طب تاجي كيف دي؟ تاجي زي ما قلت لك، من تاريخ العزايزة وهيبتهم وسمعتهم، من وصية المرحوم أبوك. ابويا وصى ان اتجوز نفيسه دي؟ لا، بس وصى إن آخد عضوية المجلس من بعد عمي. يعني العضوية دي لازم تفضل في العزايزة زي ما كانت طول عمرها. طب وايه دخل ده بده؟ أنا شرحت لك يا فارس، أنا اللي هعيده أزيده. ووهبي دي هو اللي طلب كده بنفسه؟ وهبي ده ما طلبش، وهبي ده شرط. شرط؟ ده يبقى مجنون. معلوم يا ولدي. بالعكس، ده عاقل قوي. طب بلاش، هو مش مكسوف انه ينشط شرط زي دي؟ تقول ايه؟ رفع برجع الحي. طب وش معنى انا يا اما؟ يعني أنا هقول له اشمعنى أنت؟ هتقول له ما دام مش مكسوف انه ينشط شرط زي دي تقول له ده شرط، يرفضه يقبل. يعني ايه؟ تيكت اور ليفت؟ ده احنا اتقدمنا قوي، ده اول سمعه في الجواز. ها يا فارس، قلت ايه؟ انت تتكلم جد يا رفيع؟ امال يعني بهزر؟ ما دام مش بتهزر، انا قلت بقى لما يشوف حلمة ودن وهبي دي. يعني ايه يا فارس؟ زي ما سمعتني كده. هذا اللي قلته لك عن العيله وتاريخ العيله عن وصيه المرحوم ابوك. على عيني وراسي من فوق، بس مش على حساب حياتي وسعادتي. بس قلت لك اني بأمرك. تحرجنيش يا رفيع، انت من حقك تأمرني، وانا ما اقدرش اخالفك وانت عارف. بس انت يكون قلبك عليا، ده انا فارس اخوك الصغير، فارس حبيبك اللي انا عارف ومتأكد انك ما تستحملش فيا حاجة. انا رفيع اخوك الكبير اللي عارف المصلحه فين. وهي فين المصلحة دي؟ انا قلت لك، اقول لك تاني. رفيع رفيع اخوي، اسمعني الله يرضى عنيك. انا قلت لك انا جاي في موضوع جواز. جوازي؟ ست نفيسة، ست نفيسة. ايه في ايه بنت يا موزة؟ لا حلاوتي الاول. حلاوتك على ايه؟ على خبر مش هقولهولك لما اخد عليه حلاوتي الاول. هديكي بس قولي. مش يمكن يطلع ما يستاهلش؟ ما يستاهلش؟ ده هو ده اللي يستاهل. يا بنت قولي، وجعتي قلبي، واللي انت عاوزاه حدهولك. سي فارس بيه. فارس؟ ماله؟ جه فين يا بنت؟ جه هنا. هنا عندينا؟ لا في البلد يعني. فارس بيه وصل النهارده. خبره ده معناته ايه؟ خلاص تمت المتمه. مين اللي قالك يا بنت؟ البت بدور، قابلتها على السكه، لقيتها كربانه، سالتها مالك، قالت لي سي فارس بيه لسه واصل، وهو لما بيجي الست الكبيره ما بتبطلش منيها طلبات طلبات طلبات، وعملتني ورمحت رمح. خبره ده معناته ايه؟ سي فارس بيه ما بيعوقش في البلد، يعني يوم بكاتيره ونلقاه عندينا هنا. يومين ده يمكن النهارده. النهارده؟ واه امال ايه؟ استاهل الحلاوه ولا لا؟ بنت ميكانيكي؟ عاوز تتجوز يا فارس بنت ميكانيكي؟ دي اللي انا اخترتها يا رفيع. سامعة يا حاجة؟ سامعة ولدك المتعلم يقول ايه؟ اقعدي، رايحة فين؟ اقعد اعمل ايه؟
اسمع خيبة املي كمان وكمان. اقعدي ياما الله يخليكي، اقعدي واسمعي، بلاش المواقف المسبقه دي. مواقف ايه يا مخلول انت لما ما رضيتش ببت وهبي انا قلت تلقاها منظر على بنت سفير وزير بنت مستشار، لكن بنت ميكانيكي. انت فارس المتعلم والسلطان بيه عايز يتجوز بنت ميكانيكي؟ كيف ده؟ طب بنت وهبي اسمها بنت وهبي كبير ناس واللي يملك الشيء الفلاني، لكن بنت ميكانيكي فتح طريق. من فضلك يا رفيع ما تحكمش عليها كده. ما احكم عليها كيف؟ لما تشوفها الاول وانت تعبس كنت على حق ولا لا. اشوف مين؟ فرحه اشوف فيها ايه؟ تشوف فيها اجمل بنت. سمع حاجه ولا الكديه حيجنني. هو بالجمال يا ولد ابوي، بالجمال. ما لو على الجمال الدنيا مليانه رقصات، نروح ندوروا لك على واحده فيهم. لا لا يا رفيع لا، دي اكمل بنت وادب بنت، وابو الراجل البسيط دي احكم واطيب راجل. قول كمان، قول وتبطني. ده حياة انا رفيع على اللي هتجوز زي ما عيني دي هي اللي بتشوف وقلبي ده هو اللي بيحب. حب ايه ومسخره ايه؟ عرفوك فين الناس دول؟ طوك ازاي قول لي بقى. انت فارس العزايزي، فارس اللي مقطع السمكه وديلها اللي دورته وشفت، جاي تقول لي حب ومسخره وكلام فاضي؟ والمين اللي بنت زي دي وتنسى تاريخ العيله وهيبتها وسمعتها؟ لا بنت وهبي لا، حتى لو مش هتجوز فرحه لا. وفرحه لا، حتى لو مش هتتجوز نفيسه. بس انا هتجوز فرحه. هتتجوزها حتى لو قلت لك انا لا. ايوه هو ده اللي هيحصل. ورينا هيحصل كيف. أنا مش صغير يا رفيع. لا صغير، انا وعدت الناس. وعدت الناس قبل ما تشاورني. انا قررت سواء انت رضيت ولا ما رضيت. اخلص ولدي